راديو حريتنا، راديو الانترنت احنا اللي عملناه. انت دلوقتي بتسمع حريتنا دوت نت، اجمل نشرة اخبار مسموعة على الانترنت، احنا اللي ابتديناها. نشرة اخبار الواحدة و5 دقائق من استوديو هواء حريتنا. اهلا بك. اجمل برامج واقوى اغاني ما سمعتهاش غير معانا. راديو حريتنا، راديو حريتنا اول واجمل اذاعة على الانترنت، وخليك دايما على حريتنا دوت نت. ورجعنا لكم تاني وساعة 60 دقيقة معاكم ضحى وسمر، ومعانا هبة عثمان وكتابها مسكجنا. هبة، كنا بنتكلم في الفاصل عن العادات والتقاليد الغريبة لأهل النوبة عننا يعني. فأنتي اتكلمتي ان يعني الجواز او تقاليد وعادات الجواز دي يعني ايه حدوتة لوحدها كده، فأنتي كلمينا بقى اكتر عن الموضوع ده. هو في شبكة بس طبعا بقى يعني لو هي اسمها تدي براحتها يعني. بس الاساس مفيش قايمة، مفيش مؤخر، المهر حاجة رمزية جدا، مفيش حاجة اسمها كلها هتتجوز من النوبة. في كلام ساعات بينطبق على النوبين ما بينهم وبين بعضهم بس ما عندش صوت. لا يعني في ناس نوبيين بيقولوا لا، لو واحد مصري يجي يتجوز بنت نوبيه خصوصا لما تكون بنت بيضطروا يمشوا معاه ساعات بالتقاليد المصريه، لكن النوبيين ما بينهم وبعضهم ما بيعملوش كده. ليه؟ لان زي ما تقولي بيبقى بينهم بقى شويه خيشه كده، حته خيشه، فانت ليك كبير يترد عليه، انت ما تجيش بقى تعمل حاجه غلط واحنا نسكت لك يعني. فانا عايزه اقول لكم انا نفسي حصلت لي حاجه زي كده لما كنت رايحه لما كان يعني جوزي قبل كاتب كتاب رايح مسجد، عشان مسجد يعني كان الدار المناسبات اللي تبع المسجد المفروض بتطلب ورق معين، والورق ده بيبقى مكتوب فيه قيمه المهر ومؤخر. فطبعا هو جاب لي الورق وقال لي روحي قولي لباباكي هتعملوا ايه ولا هتكتبوا ايه، وهو ما كانش فيه اتفاق، ما قعدوش مع بعض وانت بقى يا حاجه هتاخد كذا وانت هتعمل كده، مفيش. فبابا قال لي طب احنا نكتب ايه ولا نعمل ايه، انا مش عارف يعني. قلت له خلاص هو اكتب 25 قرش. قال لي طبيعي هيصدقوا. قلت له خلاص اكتب المهر 20 جنيه والمؤخر 30 جنيه. عايزه اقول لك انا جوزي راح ورجع 3 مرات عشان الراجل ما صدقش الرقم ده. يعني الراجل بص في الورقه كده، هو ايه ال 20 و30 جنيه؟ انت رحت للعروسه وابوها ولا ضحك علينا؟ قال والله صور البطاقه، انت طلبت صور البطاقه. قال له لا روح تاني. رحنا وزودنا صفر 200 جنيه و30 جنيه. طبعا احنا كمان مش عايزين نكتب ده عشان حرام عليه، يعني حرام عليا طبعا هياخدوا نسبه من المؤخر لما يجوا يكتبوا كتاب، فحرام عليا معاه كده وفي مصاريف تانية. فلما رجعوا تاني قالوا لا برضه مش مقتنع بالرقم ده. راح في الاخر بقى ما جالناش احنا، راح لبابا اللي هو حمايه، خلاص يا ابني زود صفر كمان، ولو عايزين نزود صفرين ونخلص. اللي هو يعني عايزه اقول لك كمان باينه لحد دلوقتي في الورقه اللي هو التكه بقى والغلط، وحتى كمان كتابه الرقم كتابه مش ارقام. وهل هم ليهم الحق ان هم يرفضوا او يقولوا او لا يعني؟ مش يرفضوا، ما كانش مصدق يعني، خايف ان يحصل مشاكل، يكون هو ضاحك مثلا على العروسه ولا كان المفروض بقى انت تروحي انت وبابا وكده. انا عايزه اقول لك انا كان نفسي عشان اصدم مراتي اقول له بص اهو والبطاريه اهي، والله العظيم انا مستعده اتجوزه دلوقتي ومعايا فلوس. بس المفروض تاثروا على المصريين على فكره في يعني تاثروا. طب ايه هم يقولوا كده مش انت؟ لا ده حقيقي يعني فعلا حصل الكلام ده. وعايزه اقول لك لحد دلوقتي ما كانش فيه قاعده واتفاق على انت هتجيب كذا وانت هتجيب كذا، اللي يجيب حاجه يقدر يجيبها خلاص مش مشكله، فعادي يعني. ومفيش بقى الشقه لازم تبقى مش عارف ايه والاوض ايه لا بصي هو مش كله يعني، على حسب. في على فكره في نوبيين ساعات بيشترطوا حاجات معينه، بس اغلب النوبيين ما فيهمش الحتت دي. فانا عايزه اقول لك انا لما كان بيجي يسالني على حاجه اللي يجيبها يا حبيبي مش كده يعني، اي حاجه يعني تيجي تأدي الغرض وخلاص. وكان في تقريبا خناقات اللي هو عايز يجيب حاجه احسن، وانا اقول له يا عم خلاص خلينا دلوقتي نتجوز ونشوف احنا هنعمل ايه في بيتنا وبعد كده نبقى نجيب اي حاجه بعدين. ففي شويه تساهل فعلا عند يعني في بساطه يعني. وده اللي احنا نفسنا يعني الاهالي، مش احنا يعني الاهالي لا الولاد ولا البنات، الاهالي هم اللي المفروض يفكروا بالطريقه دي، ان هو ايه احنا بنبتدي حياتنا، فمش لازم يبقى عندنا كل حاجه على احسن وعلى سنجة 10 بالظبط. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ففي ناس فعلا بتعمل كده عندنا. طب الفرح بقى، فرح النوبي
هو الفرح النوبي الاصلي ما يتقالش فيه كلمه يعني اغنيه عربي، ما بتشتغلش فيه اغنيه عربي يعني. طبعا خنتهم وشغلت واحده كانت على اسم جوزي يعني، بس الباقي بقى يعني انا حتى فرحي كان جاي لي فرقه معينه نوبيه، كان كل الفرح نوبي، لدرجه ان اصحابي طبعا اغلبهم مصريين فبيقولوا لي احنا مش هنبتدي الفرح ده ولا ايه؟ قلت لهم هو ده الفرح يا جماعه لو انتوا عايزين ايه تاني يعني. فلا هو الفرح النوبي ما بيبقاش اهم من الحنه خالص يعني. الحنه هي اللي مهمه، لانه الناس ممكن تقعد ترقص 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 وتبقى شغاله مثلا من الساعه، قولي مثلا من الساعة 11 10 بالليل، تفضل لحد الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح يعني شغالين. حتى يعني كان في مرة افتكر عندنا في بيت والدي لقيت ناس جايين. طب في تليفون. الو 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 الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اعمل مداخلة؟ اتفضل، نتعرف بس باسم حضرتك. عبد الفتاح محمد. اهلا. الو. ايوه اتفضل. بس الصوت بعيد، بس معلش مش سامع كويس. اهو. الو. ايوه حضرتك سامع كده؟ نعم. حضرتك سامعنا كده؟ الصوت يعني شوية. طيب حضرتك تحب تقول ايه الهبة؟ طبعا انا بهنيها بالكتاب الرائع اللي هو مستجنة. طبعا هو كتاب كويس مميز يعني، وطبعا سابقا طبعا يعني في كتب كتير جدا يعني قبل كده كنا قريناها برضو عن النوبة، بس ده طبعا كان كتاب مبسط يعني، وفي توضيح يعني لغير النوبيين على اساس يعني يقدروا يفهموا طبيعة النوبيين بصورة مبسطة وصورة سهلة، وعاداتهم وتقاليدهم وتاريخ النوبة بصورة واضحة ومبسطة يعني. وحضرتك نوبي؟ نعم. حضرتك نوبي؟ نعم. حضرتك نوبي من النوبة يعني؟ من النوبة ايوه. طب وحضرتك عشت فيها فترة ولا برضو في القاهرة؟ لا طبعا انا اتولدت في القاهرة وعشت في القاهرة، بس كنت بتردد على النوبة يعني. طب ايه؟ وطبعا بالنسبة للنوبة طبعا فيها طبعا يعني رغم العصر الحديث طبعا، وفي التهجير وفي النوبة القديمة طبعا كانت مميزة، وحصل التهجير في الجزء اللي هو النوبة الجديدة دي اللي هو في الصحراء يعتبر في كومومبو. رغم ذلك برضو التقاليد النوبية والمجتمع النوبي مميز على مستوى مصر كلها. حتى من ضمن المميزات دي بالنسبة لأفراح النوبيين حتى في القاهرة بتبقى ليها طابع مميز. حتى المصري القاهريين وغير النوبيين ده يعني بيحبوا يشوفوا الأفراح النوبية والزفة النوبية، ليها برضو طابع مميز. طب حضرتك تابعت يعني كانت هبة بتتكلم عن الجواز النوبي، وحضرتك ممكن تكون أب وكده، فهل فعلا المواضيع بتبقى سهلة وبسيطة كده زي ما هبة قالت؟ نعم. المواضيع بتبقى سهلة وبسيطة في الجواز زي ما هبة قالت، مفيش تعقيدات مالية أو مادية؟ لا الزواج بالنسبة للنوبيين مبسط جدا يعني، ما فيهوش أي تعقيدات يعني بتاع غير النوبيين. طبعا الزواج هنا في القاهرة طبعا بنشوفه يعني في يعني بيبقى طبعا بيبقى في حتة الماديات بتغلب، وفي بتحصل مشادات والمهر والمقدم والمؤخر والحاجات دي كلها حاجات طبعا بالنسبة لنا احنا كنوبيين يعني بتبقى حاجات ثانوية وما فيهاش أي مشاكل. بالنسبة للمؤخر أو مقدم دي ما فيهاش أي حاجة عندنا يعني مش أساسية يعني. أيوة. وبالنسبة للتجهيزات دي طبعا ما فيش أي تعقيدات يعني. والنوبيين في ثقة في التعامل مع بعض جدا، وتبقى الماديات دي آخر حاجة يعني بصراحة، لأن بيبقى في بساطة وسهولة في التعامل مع بعض جدا في الشيء دوت، مفيش أي مشاكل. حضرتك طيب حابب تضيف أي حاجة تانية؟ نعم. حضرتك حابب تضيف أي حاجة تانية؟ لا هو بالنسبة طبعا بالنسبة للكتاب أنا مفيش أي إضافة بالنسبة لي في الكتاب، بس أنا كنت بحب أوضح إن النوبيين طبعا بالنسبة للنوبيين حاجة عامة بالنسبة للنوبيين وغير النوبيين، هو في آفة في المجتمع المصري عامة، النوبيين وغير النوبيين وكل فئات طوائف المجتمع المصري آفة موجودة دلوقتي، ونتمنى أنها تزول هذه الآفة، إن هو إن الترابط الاجتماعي والترابط بين الناس والعادات والتقاليد اللي كانت متواجدة قديما
يعني بدات يصيبها آفة ونتمنى ان يعني مش عاوز اقول زالت الحاجات دي، العادات دي والترابط ده ان شاء الله هيبقى موجود باذن الله. بس التشبع بالغرب وعادات الغرب دي ادت الى ايه؟ الى تلاشي وتباعد الناس المجتمع المصري عن بعض، يعني في الاسر والعائلات والجيران نتمنى العادات القديمة دي ترجع تاني بمواصفاتها الجميلة والترابط الجميل. ان شاء الله باذن الله. احنا بنشكر حضرتك جدا. نعم بنشكر حضرتك. مش سامع. بنشكر حضرتك. تليفون؟ بنشكرك على التليفون. تليفون الموبايل يعني؟ لا احنا بنشكر حضرتك على المداخلة التليفونية. شكرا يا فندم، شكرا الف شكر. مع السلامة. شكرا جدا. طيب لسه كان أستاذ عبد الفتاح بيتكلم عن العادات الكويسة في النوبة اللي هي متمسكين بعاداتهم. يعني أنا عارفة الموضوع يبقى فيه حرج بالنسبة لك، بس احنا عايزاكي تقولي ايه المميزات وايه العيوب. لا وليه حرج؟ انا بحب الحرج. لا بصي، هو المميزات طبعا زي ما هو قال بيبقى فيه شوية تمسك بالعادات أكتر. بيبقى فيه التزام أكتر بالصح والغلط والعيب. الحاجات دي برضو رغم ده مش مقتنع بحاجه اسمها عرف وعيب، بس يعني ده بيفيدني في ان اقدر اتعامل مع الناس هناك شويه. الحاجه بقى الوحشه الكلام الكتير اللي هو لان طبعا المجتمع مقفول فكله عارف بعضه. يعني حتى انا مثلا والدتي ممكن تعرف بنت عمة بنت خالة مامة يعني فعلا ده حقيقي، يعني ومن عيله كذا فلانه الفلانيه. فطبعا بقى لان النوبيين يعني عارفين بعض المجتمع مقفول، فممكن بقى كلام يكتر تجسيني اكتر. يعني هل بس الكلام يعني مثلا زي الصعيد مثلا؟ لا كلها ده الاساسي. مثلا المجتمع الصعيد مثلا في مميزات وفي عيوب، بس مثلا ايه ان هو صعب شويه، وان هو دماغه زي ما بيقولوا ترباس شويه، ان هو حكايه الطار كده. لا احنا عاوزين حاجات يعني عيوب، مش بس مش الرغي. لا بالعكس، هو اكتر حاجه الرغي دي اللي ممكن تودي ناس في ده الرغي بس. لكن لو قلت لي عيوب بقى قاتله الحمد لله مفيش. ومش عشان انا نوبيه بقول لك الكلام ده، لا فعلا هو الحمد لله فعلا مفيش. بس هو الكلام الكتير ممكن يجر ورا حاجات كتير. يعني عندكم الطار ولا العار برضو؟ لا ولا اي حاجه. في ناس بتقول الكسل من ضمن عيوب اهل النوبه. هو مش كسل، في ناس بتوصف ده بالسودانيين فبيلحق النوبيين بسبب ان هم بيبقى عندهم درجه حراره الشمس درجه حراره عاليه، والشمس بقى طول النهار تعباهم. فغصب عنك انت لما بتحسي ان انت قاعده في جو زي ده بتكسلي غصب عنك. بس ما بيبقاش كسل طبع او جينات بقى هي موجوده فيهم، لا ده بيبقى بس عشان المناخ. ايوه المناخ بالظبط. بس لو لقيت نوبيين هنا يعني عايزه اقول لك ممكن تلاقيهم قرود طالعين نازلين رايحين جايين، مفيش اي مشاكل خالص. طيب احنا هناخد فاصل وهنرجع تاني. تليفوننا 27950 70 6، والفان بيج بتاعتنا ساعة و60 دقيقة بالعربي على الفيسبوك.